كام يوم كده طلع ترند حسام حبيب صرح ان هو على علاقة بسارة الأردنية. التصريح دوت طلع ترند وخلى كل مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم عن الموضوع، وطلعت سارة وردت على موضوع الإشاعة. معاكم أختكم أحلام حسن، حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني الجديد، وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليقات. نبدأ الحكاية. تعالوا نعرف سارة ردت على حسام حبيب وقالت ايه. قالت البلوجر سارة الأردنية إنها انزعجت من حديث المطرب حسام حبيب بعد تصريحه عن وجود قصة حب بينهما، أنه سوف يتقدم لخطبتها خلال الفترة المقبلة، مؤكدة إن عائلتها انزعجت للغاية من حديثه. وتابعت سارة الأردنية خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد، إن ما يجعلها بالمطرب حسام حبيب هو مجرد علاقة صداقة فقط لا غير، والصور التي جمعتهما كانت أثناء تواجدها في الساحل. أهلها تأثروا بما قاله ولم يكن هناك أي مشروع ارتباط نهائيا، مضيفة لا أعلم لماذا صرح بأن هناك قصة حب بيننا. وأوضحت سارة الأردنية إنه لم تكن هناك أي مشاعر حب تجاه حسام حبيب، بل تعتبره صديق شخصي وليس حبيب، وإنها عاتبته على ما بدر منه من تصريحات تواصلت معه رغم رفض أهلها الشديد الحديث معه مرة أخرى. واختتمت سارة الأردنية حديثها قائلة: أهلي ما كانوش عايزين نتكلم معاه تاني، لكن أنا كلمته بنفسي وقلت له إننا أصدقاء وبس، وقال لي إنه بيحترمني وأنا كمان بحترمه، وفي النهاية وافقت على طلب أهلي إني أقطع علاقتي بيه. سارة الأردنية فوجئت إن حسام حبيب صرح في تصريح لصدى البلد إن هو على علاقة بيها، وإنه هيتقدم لخطبتها وفي علاقة بينهم. طبعا هي انزعجت من الموضوع ده اللي سمعته، وأهلها كمان لما سمعوا الكلام ده انزعجوا جدا وتأثروا وطلبوا منها ان هي تقطع علاقتها معاه. وبتوضح الموضوع وبتقول: احنا مفيش حاجة تربطنا ببعض الا صداقة، وكنا في الساحل كأصدقاء وكانت اسرتها معاها. وطبعا بتقول: انا معرفش ازاي هو طلع وصرح تصريح زي ده، وانا مفيش بينا من بعض اي مشاعر تربطنا ببعض غير علاقة صداقة بس. هي اتصلت بيه، حاولت تسأله وتعرف منه هو ليه صرح بالكلام ده ومفيش بينهم اي مشاعر حب ولا اي حاجة. وقالت له: انا اهلي انزعجوا من الموضوع وانا انزعجت من الموضوع ده وتأثرت بيه. وطبعا نفت سارة كل التصريحات اللي صرح بيها عن علاقتهم، وطلعت في برنامج تلفزيوني بتقدمه المذيعة نهال طايل ونفت اي كلام قاله حسام حبيب عن الموضوع وان هو في علاقة بينهم او هيتقدم لخطبتها او شيء من هذا القبيل. فطبعا هي نفت. بعد الحديث عن علاقتها بحسام حبيب، الناس اطلقوا عليهم هاشتاج ضحية حسام حبيب الجديدة. طلعت وشكرت الناس عن الهاشتاج اللي اطلقوه عليها ضحية حسام حبيب الجديدة. وقالت سارة: شكرا على محبة الناس، واخدت الموضوع بروح رياضية، وحسام حبيب لو اتقدم لي كنت هوافق عليه، بس لو ما كانش صرح بالشائعات دي واهلي ما شافوش الكلام ده كان ممكن اوافق، لكن دلوقتي مستحيل. يعني هي بعد التصريحات اللي صرحها حسام حبيب وقال ان انا هتقدم لخطبتها، وهي طلعت ونفت. الناس على السوشيال ميديا وكده اطلقوا هاشتاج ضحية حسام حبيب الجديدة، وهي طبعا طلعت وشكرت الناس وقالت: انا متشكرة على حب الناس، وانا فعلا لو ما كانش حسام حبيب طلع وصرح بالكلام ده قدم لي فعلا كنت هوافق عليه، بس بعد الشائعات دي واهلي كمان ما شافوش الكلام ده انا كنت وافقت عليه، لكن دلوقتي مستحيل. وتابعت سارة الأردنية خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج تفاصيل مع الإعلامية نهال طايل الذي يعرض عبر فضائية صدى البلد: حسام حبيب بحترمه وبقدره، وكل شيء اسمه ونصيب، وكل شيء اسمه ونصيب في الحياة، وشكرا لكل حد حذرني منه. ما عنديش مشكلة أكون زوجة تانية، ولكن بشرط معين. فيما عقبت
الإعلامية نهال طايل عن واقعة حسام حبيب وسارة الأردنية قائلة: الموضوع غريب جدا، وإن توقيت نشر الصورة أغرب، لكن كل حاجة أصبحت واضحة من الطرفين دلوقتي، خاصة بعد نفي سارة معانا في المداخلة. يعني سارة الأردنية بتقول حسام حبيب صديق وبحترمه وبقدره، لكن كل شيء اسمه ونصيب في الحياة، وشكرا لكل اللي حذرني، وما عنديش أي مشكلة إن أكون زوجة تانية بس بشروط معينة. طبعا الإعلامية نهال طايل عقبت عن الموضوع وقالت: الموضوع غريب جدا، وتوقيت نشر الصور أغرب، لكن كل حاجة أصبحت واضحة من الطرفين دلوقتي، خاصة بعد نفي سارة معانا في المداخلة. الموضوع كله طلع ترند لما حسام حبيب صرح إن هو هيخطب سارة وهيتقدم لها، وطلعت سارة ونفت. الموضوع كله ترند في ترند، والناس دلوقتي حول الفنانين والناس اللي طالعة عايزين يعملوا ترند، وعايزين الناس تبدأ تتكلم معاهم لما حاسين نفسهم ان شعبيتهم بتقل، فبيقولوا ايه، ان احنا هنطلع بموضوع علشان الناس تفتكرنا تاني وتتكلم علينا تاني ويعملوا بروباجندا والموضوع يضرب بقى معاهم ويطلعوا الناس تتكلم عليهم تاني. موضوع كله ترند في ترند، كل اللي بيحصل على السوشيال ميديا دلوقتي وبيطلع ترند، فيعني ما هي إلا ناس بتحب تعمل مواضيع من لا شيء علشان بمعنى أصح إنها تطلع ترند وخلاص. فاحنا الموضوع ما فيهوش أي حاجة غريبة، وموضوع عادي جدا، وطلعت سارة ونفت وخلاص، وطلع ترند كده بطريقة غريبة وطريقة يعني مش مستاهلة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني الجديد، وصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليقات. معنا خبر عن وفاة أجنبية وهي بتشفط. تفاصيل وفاة أجنبية أثناء عملية شفط دهون بمستشفى تجميل بأكتوبر. عمليات التجميل دي، عمليات الشفط والتجميل دي كترت قوي وبقى يحصل فيها حالات وفاة كتير. تعالوا نشوف الخبر والموضوع ايه. تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في واقعة وفاة سيدة تحمل الجنسية الأمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بمنطقة أكتوبر عقب خضوعها لعملية شفط دهون، وذلك بعد تلقيها بلاغا من السفارة الأمريكية يفيد وجود شبهة إهمال طبي في الحادث. النيابة العامة بجنوب الجيزة حققت في واقعة السيدة تحمل الجنسية الأمريكية داخل مستشفى تجميل شهير بأكتوبر بخضوعها لعملية شفط الدهون، والسفارة الأمريكية تفيد بوجود شبهة إهمال طبي في الحادث. وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا من قسم شرطة أكتوبر أول بورود بلاغ من أحد ممثلي السفارة الأمريكية بوفاة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 43 عاما أثناء تواجدها داخل مستشفى خاص، حيث كانت قد دخلت مصر بغرض السياحة وقررت إجراء عملية تجميل. الأجهزة الأمنية تلقت إخطار من قسم شرطة أكتوبر أول بلاغ من أحد ممثلي السفارة الأمريكية بوفاة مواطنة أمريكية تبلغ من العمر 43 عام أثناء تواجدها داخل مستشفى خاص. السائحة كانت جاية سياحة لمصر، بس قررت إن هي تعمل عملية شفط دهون. وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيدة تعرضت لمضاعفات صحية مفاجئة أثناء العملية أدت إلى وفاتها في غرفة العمليات، فيما وجهت السفارة الأمريكية اتهامها للمستشفى بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال الطبي. التحريات الأولية أثبتت أن السيدة تعرضت لمضاعفات صحية مفاجئة أثناء العملية أدت إلى وفاتها في غرفة العمليات، والسفارة طبعا وجهت اتهامات للمستشفى بالتقصير ونتيجة الإهمال الطبي. وانتقل فريق من النيابة العامة إلى مكان الواقع حيث تم مناظرة الجثمان والتحفظ على الملف الطبي للمجني عليها، وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء الطاقم الطبي المشرف على العملية لسماع أقوالهم. وتواصل النيابة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية أو إهمال طبي أدى إلى الوفاة. التحريات الأولية أثبتت أن السيدة تعرضت لمضاعفات صحية مفاجئة أثناء العملية أدت لوفاتها في غرفة العمليات،
وجهت السفارة الأمريكية اتهامها للمستشفى والتسبب في الوفاة نتيجة إهمال طبي. انتقل فرع من النيابة إلى مكان الواقعة، حيث تم مناظرة الجثمان ونظروا على الجثمان والتحفظ عليه، التحفظ على الملف الطبي المجني عليها، يعني الملف الطبي اللي فيه الحالة بتاعتها اتحفظوا عليه. وأمرت النيابة بندب صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي، استدعت الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستدعاء الطاقم الطبي المشرف على العملية لسماع أقوالهم. وتواصل النيابة تحقيقها وكشف الملابسات طبعا عن الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية أو إهمال طبي أدى إلى الوفاة. بصراحة ربنا بقى فيه إهمال كتير جدا في المستشفيات، وخصوصا كمان المستشفيات الخاصة، مع إنها بفلوس كتيرة جدا، بس فيه إهمال بحياة البشر. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.